بعد أن شعر بالخطر يحاول من خلال الطرف الأيسر والعرضية تلعب ولقطة. يا الله، من أول محاولة ومن اللقطة الأولى، لكن المنتخب السوري من لقطة واحدة من لعبة كانت سريعة ضرب من خلالها الدفاع بأكمله بعرضية على القائم الأول، انسجام رهيب، وكرة أيضا تمر في شباك المنتخب السعودي لتعلن الهدف الأول اللي كان من الممكن وكان من المنتظر بأن يكون للمنتخب السعودي، لكنه الآن لمصلحة المنتخب السوري بهدف مقابل شيء سجله محمود. لذلك في عدد جيد من لاعبي المنتخب السوري في الهجوم يبحثون بجدية عن الهدف الثاني. حذاري من الدفاعات السعودية، وهذه لقطة تلعب بلمسات وتمريرات، عادت مرة أخرى ولكن تسدد. الله الله الله، فيها جمال لا يمكن أن يقاوم. فيها المنتخب السوري محمد ريحانة يسدد بالقدم اليسرى القوية وتسكن الشباك. هدف ثاني سوري، هدف ثاني في استغلال ولا أروع لأي كرة تلعب، لأي هجمة، لأي فرصة تتاح، لأي لقطة تأتي. وهذه الإعادة للقطة لا يمكن لحارس المرمى أن يتعامل مع مثل هذه الكرات، ولا يمكن أن تتجاهل مثل هذه اللقطات، لا يمكن أن تقاوم مثل هذه اللقطات في عالم كرة القدم، حتى وإن كانت في منتخب بلادك. هذه كرة القدم اللي تعتمد على الجمال، تعتمد على المتعة. هذه المباراة ويعطي الفرصة للفريقين لكي يتنافسوا بشكل أفضل بدون إضاعة الوقت. لكن هذه تمريرة ذكية وصلت، والهدف الأول اقترب. الله 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 الله، هدف أول يأتي بعد تمريرة ذكية خيالية من مصعب الجوير، وضعها أمام زياد الجهني كابتن المنتخب السعودي والقائد الذي يقود الأخضر الآن للهدف الأول، وبإذن الله سيقودنا إلى النقاط الثلاث في مستقبل هذه المباراة. وثلاثة لاعبين من الدفاع المنتخب السوري لم يستطيعوا إيقاف هذه التمريرة الخيالية من مصعب الجوير اللي وضع من خلالها زياد الجهني. زياد بالقدم اليسرى. وهذا كان فيديو اليوم بقناتنا هاي، ننزل أخبار الكرة الرياضية السورية. إذا يهمك المحتوى الرياضي السوري لا تنسى اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.